النهارده شفنا واحدة من أسوأ الليالي في تاريخ منتخب مصر بكأس العرب، خسارة 3-0 من الأردن وبالبدلاء كمان، وبرغم كده نزلوا علينا بسيطرة وهيبة ودرس كامل في الكورة. اللي زعل الناس مش بس النتيجة، لا ده طريقة اللعب نفسها كانت مهزلة. الأردن كانت ماشية في الملعب براحتها، فسحة حرفيا، نقل للكورة، انتشار، تنظيم وذكاء، واحنا ولا كأننا منتخب بيلعب بطولة قارية. أما منتخب مصر فالحقيقة المرة إننا كنا أسوأ فريق في البطولة بدون أي نقاش، لا أداء ولا خطة ولا شكل. حتى الفرق اللي خرجت بصفر نقط لعب الكورة أحسن مننا. احنا داخلين الملعب وحالتنا تصعب على الكاف، عشوائية ومفيش أي بصمة تدريب ولا رقابة ولا روح. تعادلنا مع الكويت وتعادلنا مع الإمارات واتهزمنا من الأردن، ولا فوز واحد. النهاية كانت متوقعة، خروج مستحق من دوري المجموعات وصدمة لعشاق الكرة المصرية. باختصار اللي حصل النهاردة مش مجرد هزيمة، ده جرس إنذار عالي جدا لمنتخب محتاج إعادة بناء من الأول للآخر.